حياكم الله. رسميا الفيفا تعلن عن أفضل 50 لاعب تألقوا وأبدعوا في كأس العالم، ومن بين هؤلاء ال50 لا يهمنا سوى المغاربة من هؤلاء اللاعبين الذين تألقوا في كأس العالم وذكروا في هذه القائمة لأفضل 50 لاعب من العالم. لكن هنا تتواجد 3 أسماء مغربية تألقت وأبدعت في كأس العالم، لكن دعنا نذكر هذه القائمة التي تألقت في كأس العالم ثم نذكر اللاعبين المغاربة الذين تألقوا وأبدعوا في كأس العالم. أولا ميسي هو أفضل لاعب في هذا التصنيف، ليونيل ميسي الذي لم يأخذ جائزة كرة الذهبية في المونديال لكنه هو رقم 1. لذلك هنا تحير مع هذه الفيفا، ترتيب وحده جائزة الكرة الذهبية بوحدها، التشكيلة الرسمية لكأس العالم شيء، لكن الجوائز شيء آخر. كوبارسي مثلا لابورت تألقوا في كأس العالم وأبدعوا ودخل عليهم بيت واحد على على الحارس وهو هدف بلجيكا، لكن لم يذكروا هنا في أفضل تشكيلة لكأس العالم لا كوبارسي ولا إمريك لابورت، مع العلم أنهم يستحقون على الأقل كوبارسي كان يستحق التواجد في هذه القائمة، لكن لا أحد فيهم ذكر في التشكيلة الرسمية. التشكيلة الرسمية لا يتواجد أي لاعب من قلوب الدفاع لمنتخب إسبانيا بطل العالم. هنا في القائمة 50 لاعب، أفضل 50 لاعب ميسي أولا، ثانيا كليان بامبي، ثالثا رودري صاحب كرة الذهبية هنا يتواجد في الرتبة الثالثة، رابعا بيلينغهام، خامسا كوبارسي، سادسا لابورت، سابعا هالاند، هاريكين ثامنا، أوليسي تاسعا، عثمان ديمبيلي في الرتبة العاشرة، بيدرو بورو 11، لامين يامال 12، ديكلان رايس 13، أشراف حكيمي، وهذا ما يهمنا هو اللاعبين المغاربة. أشراف حكيمي في الرتبة 14 من حيث التأثير والأفضل في كأس العالم. أشراف حكيمي قدم بطولة كبيرة مع منتخب الوطني المغربي. أوريازابال 15، فينيسيوس 16، وباميكانو 17، جوردون لاعب انجلترا وفريق برشلونة الجديد 18، داني اولمو 19، وليان صليبة 20، اندرسون لاعب مانشستر سيتي وانجلترا 21، كوريلا 22، فابيان رويز 23، اسماعيل السيماري الثاني المغربي يتواجد في الرتبة 22، هداف المنتخبات العربية وهداف المنتخب الوطني المغربي، لكن مع الأسف أصيب وغاب عن مباراتين في كأس العالم. لذلك إسماعيل السيماري غاب عن الشوط الثاني من مباراة كندا، وكذلك غاب عن المباراة الفاصلة في ربع النهائي أمام فرنسا. إسماعيل السيماري الرتبة 24، ديغو كوستا حارس البرتغال 25، جوليان 26، أوناي سيمون حارس إسبانيا 27، حارس إسبانيا صاحب القفز الذهبي يأتي في الرتبة 28 كأفضل لاعب في كأس العالم. أي نعم سيدي. تروسارد 28، روبرتو 29، جيماريش 30، إسماعيل صار هذا لاعب السنغال 31، ماك أليستير 32، روميرو 33، فولارين بلوغان هذا صاحب البطاقة الحمراء يأتي في الرتبة 34. هذا هو اللي داروا عليه قربلة أمريكا ورجعوه بعد ما كان لديه بطاقة حمراء أمام البوسنة والهرسك، وتدخل ترامب وعاده إلى المباراة أمام بلجيكا لكنه خرج برباعية. إبراهيم دياز الرتبة 35 كأفضل لاعب في كأس العالم، مع العلم إبراهيم دياز لم يظهر بالشكل المطلوب الذي كان يتمناه الجمهور المغربي، لكن رغم ذلك فاللاعب قدم 4 تمريرات حاسمة في كأس العالم، يعني اللاعب كان مؤثر رغم أن الجمهور المغربي كان يريد الأفضل من إبراهيم، كان يريد أن يكون مؤثرا أكثر كما فعل مع كأس إفريقيا، كان مؤثرا كبيرا مع المنتخب الوطني المغربي. لذلك في كأس العالم لم يظهر اللاعب بالشكل المتوقع بالشكل المطلوب أو ما كان ينتظره الجمهور المغربي. الرتبة 36 إنزو فرنانديز لاعب الأرجنتين، لويس دياز 37، أندرياس 38، مارتينيز حارس، أليساندرو مارتينيز هذا مدافع مانشستر يونايتد والمنتخب الأرجنتيني 39، بوكايو ساكا لاعب إنجلترا 40، الدوي 41 لاعب فرنسا، كوبيل هذا لاعب سويسرا 42، أوديغار 43،
ديكلارد 44، إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين 45، أدريان رابيو 46، لوتارو مارتينيز 47، ميكيل ميرينو هذا لاعب البديل الذهبي لإسبانيا وصاحب الأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة 48، تيليمانس هذا لاعب قائد منتخب بلجيكا ولاعب الجديد لمانشستر يونايتد، سيضيف إضافة كبيرة لخط وسط مانشستر يونايتد. فران توريس صاحب الهدف الذهبي يأتي في الرتبة 50، فران توريس لاعب برشلونة يأتي في الرتبة 50، وهكذا نكون اختتمنا 50 أفضل لاعب في كأس العالم، ومن بينهم 3 لاعبين مغاربة، ولا يتواجد أي لاعب آخر عربي في هذه القائمة سوى لاعبين المنتخب الوطني المغربي. هذه رسالة لمن يتحدث عن نحن كنا الأفضل، ونحن الأفضل في إفريقيا، ونحن كنا الأفضل في العرب، ونحن لا يا حبيبي، هنا يوجد أو تتواجد 3 أسماء عربية مغربية فقط، ولا يتواجد أي اسم آخر ذكر في القائمة، مع العلم أن ياسين بونو كان يستحق التواجد في هذه القائمة مع هؤلاء اللاعبين، لذلك وكذلك العناوي كان يستحق التواجد في هذه القائمة وعز الدين أوناحي. لذلك يا حبيبي الأفضل عربيا وإفريقيا في كأس العالم فهو المنتخب المغربي. أنا بغيت ولا ما بغيتش مغربي.